ثروت مصطفى بنت عادية من أسرة مصرية، من الأسر المصرية بالقوي. ما حدش يصدق الحاجات المكتوبة في السوشيال ميديا عني، لأن في حاجة اسمها ويكيبيديا كانوا كاتبين معلومات كتيرة أوي، معلومات ولا معلومة فيهم صح غير اسم لبلبة. أنا مولودة في مصر الجديدة، لا أب اسكندراني من اسكندرية. اسكندراني عترة عشان كده بحب اسكندرية قوي. وأمي مولودة في غمرة. طبعا. في ناس بيقولوا ده واحد أجنبي، ده جاي من موصل. لا ده مصري. لا من ضرب مصطفى يا جماعة، من ضرب مصطفى. لا طبعا. ضرب مصطفى كان بيت العيلة. ضرب مصطفى كان بيت العيلة. فاكرة المكان ده بتروحيه أو كده ممكن تزوريه؟ لا 15 سنة يعني كان ما فيش. تزعلي لما حد يقول إن ده مش مصري، ده اتولد في فرنسا؟ لا بزعل جدا. عشان أمها بولندية. انت مامتك اصلا مصريه واسمها فاطمه. عمري ما غيرت الجواز بتاعي طول عمري. عرض عليا الامير رينيه بتاع موناكو ان يديني جنسيه وما ادفعش ضرائب طول العمر. قلت له لا، انا مش هغير الجنسيه بتاعتي ابدا لغايه النهارده، هي موجوده في جيبي اهو. صح. نفس الباسبور القديم ده اهو، بشيله على طول اهو قدامي اهو. واحنا نعتز فيك كفنان عالمي عربي يعني. بس وانت معتز طبعا باصالتك وبجنسيتك بجنسيتي صح، مولود فيها وحمود فيها ان شاء الله. سمية كويتية، سمية مغربية، يعني ده بيتقال لي على طول. انت من اصول مغربية؟ انت مصرية 100%. مصرية ابا. مفيش الحمد لله كده ولا كده؟ لا مصرية وافخر. فبقول انت عارفه ان انا طول عمري وانا في ليبيا اسمي غادة عادل، ده مشهور. قالت لي ليه؟ قلت لها عشان انا كنت المصريه الوحيده اللي هناك اللي كاني ليبيه. يقعدوا يقولوا تصدقوا دي غادة عادل دي اصلا مصريه، فيقولوا ازاي دي بتتكلم ليبي وطريقتها وطبيعتها وكده. ودايما غادة عادل المصريه. هو كان ضابط بحري من ضباط الجيش. هو كان ضابط بحري. كان لواء في القائد البحريه يا ابوي. وفي واحد الله يجازيه كتب حاجه كده على النت، ان امه من لاتفيا وابوه من مش عارف حاجه كده يعني. فكتير من الناس صدقوا افتكرت ان الفنان او دكتور ايمن هو اجنبي. ما يعرفوش ان انا راجل فلاح ابن فلاح، وان انا متربي في الريف المصري. ويعني انا كنت في قريه اسمها اخطاب مركز اجا محافظه الدقهليه لحد ما دخلت الجامعه. أوكي. فانا من اسره مصريه الاستاذ بشاره مصري صعيدي. من اسيوط. دي معلومه جديده على فكره. زي الاستاذ نجيب الريحاني. الاستاذ نجيب الريحاني من اسيوط برضه. ايوه. وما يعني بستعجب ازاي بيقولوا عليهم لبنانيه. لا انا يعني انا اسمي مصر، انا هنا بمثل مصر، جايه باسم مصر، وانا مصريه ومنتجه مصريه. فمن فضلكم أنا مش مزيكا، أنا اسمي مصر، فقولوا تحيا مصر. ده في غلطة كبيرة، كتبت إن أنا أبويا مصري وأمي فرنسية. أمي مصرية وسعيدية وعمتها خدها شعراوي، يعني أنا مصري 100%. الفيوم اللي هي بلدي. مصري 100% ابا واما. ابا وجدا وجد جدا وجد جدا خالص، وابا واما ايضا يعني. والدتي مصريه بيور يعني. انا مصريه حتى النخاع. طيب ما انت كنتي بره برضه هتبقي مصريه، ما كانش حد هياخد الجنسيه. ما سيبش مصر. بدايتي ان انا اقول انا مصريه صعيديه ملويه جايه من الصعيد. انت حضرتك مصري 100%؟ طبعا طبعا. اوكي. انا محضر البطاقه وشايلها لا بس الارقام خلاص. مصري يا جماعه، احنا شفناها. عادل ادهم اسكندراني، بيحب الحياه قوي. عادل ادهم اسكندراني، مواليد حي الجمرك في سوهاج. بحكم التواجد يعني الاسري ولا لا؟ والدي في ايامها كان مفتش عموم الراي، وكان. انت مصريه اصلا يعني الاصل المصري ولا في اي اصول؟ انت اساسا من بورسعيد، بس اكيد زياراتك للقاهره من ولدت في بورسعيد، وانما انا شرقاوي الاصل يعني. انتوا من محل اساسا؟ هي اتربت على فكره، هي اسكندرانيه. اسكندرانيه مش قاهريه يعني. اتولد. لكن انت اصل اجدادك ايه؟ اتراك؟ لا. بابا مصري.
بابا عيلتي بمعنى آخر نشأت في أبو كبير، أبويا وعمامي وعماتي. أنا عبد الباسط محمد عبد الصمد من قرية أرمنت، وهي الآن مدينة أرمنت التي بها مصانع السكر، وهي تابعة لمحافظة قنا في دميرة مركز طلخ. وانتقل مع الأسرة إلى طهطا في الصعيد. اللي هو شبرا مع قنا اجدادي، مع شرقوة امي، مع منصورة ابويا، مع تربية شبرا طول عمري. عندي 20 سنة من اسكندرية. قلت لي عندك كم؟ بلدي كلهم، وبمناسبة تكريم وطني ليا احنا اصلا فلاحين. احنا فلاحين يا أباظية، فلاحين يعني بمعنى ان منا قالت لي انت منين؟ قلت لها من اسكندريه. قالت لي انت في المعهد؟ قلت لها ايوه. منين من اسكندريه يا مدام زهره؟ من محرم بيه. من محرم بيه. والدتي عايزه تنفصل عن والدي. والدي متحرر شويه يمكن عن والدتي. والدتي من المحله. والدي كان ابو محافظ دمياط محمود باشا رسمي، وكان متربي في المانيا. يعني حضرتك اسمك زهره العلا محمود رسمي؟ لا، زهره العلا بكير محمود رسمي. زهره العلا بكير. وكان متربي في المانيا، فبرضه في تحرر يعني غير ماما. هو في اختلاف بين ماما وبين بابا. ماما ست من المحله، من الارياف، بس ست ظريفه جدا وحلوه قوي يعني. بابا اصلا متربي في لندن. يعني كنت بعمل دور قريب طلع تركيا. انا ما عنديش فكره عن الاطراف، لا بشوف التلفزيون بيتكلموا ازاي، فجبت مدام زوزو، كان مسلسل معاه. قلت لها قولي لي اقول ايه واتكلم ازاي يا زوزو. وريتني ازاي اللكنه وازاي اتكلم، يعني ما اعرفش، ومش عيب ان انا